استهل فريق مولودية سعيدة الموسم الجديد بتحقيق فوز مهم ومعنوي أمام اتحاد الحجوط الذي بدا متأثرا بسبب التأخر في التحضيرات. ففي الدقيقة 21 مولودية سعيدة تكرم الضيوف بهدف سابق بعد عمل جماعي منسق أنهاه المهاجم حنيفي بوضعه الكرة الشباك. اتحاد الحجوط جاء رده بعد 10 دقائق من هذا، وذلك بعد نقلات بين عناصره، حيث أهدر اللاعب بن ياسين فرصة تعديل النتيجة لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدف دون رد. المرحلة الثانية سارت في اتجاه واحد، واستطاعت مولودية سعيدة من التحكم في زمام الأمور وسيطرت على مجريات اللعب، وصنع أشبال المدرب عبد الرحمن مهدوي عدة فرص سانحة للتهديف. هذه الحملة الهجومية كللت بهدف ثاني عن طريق المهاجم كريم علي حاجي في الدقيقة 64 بعد توزيعة رائعة من زميله الصديق. اتحاد الحجوط كانت له محاولات محتشمة عن طريق اللعب الفردي التي لم تأتي بالجديد. وفي الدقيقة 81 البديل مطراني يعمق الفارق بهدف ثالث. لتواصل عناصر مولودية سعيدة عروضها الكروية التي تجاوب واطمأن لها الأنصار بتقديم موسم متميز، ولما لا تحقيق الأهداف المرجوة من قبل الإدارة والطاقم الفني للعودة إلى حظيرة الأضواء.